أكد إبراهيم الراشدي محامي الفنان المغربي سعد المجرد في اتصال مع إحدى الإذاعات المغربية الخاصة أن ما يواجهه سعد المجرد من تهم في باريس ليس لها أي أساس من الصحة. وأضاف المحامي أن كاميرا المراقبة أوضحت أن الفتاة رافقت سعد المجرد برضاها، نافيا تماما كافة الأقاويل التي تردد أنه تحرش بها، مؤكدا أن سعد المجرد يتعرض لمكيدة ترغب في النيل منه. وتابع المحامي حديثه عن موكله سعد المجرد ليطمئن عنه الجميع بأن معنوياته عالية وثقته في القضاء الفرنسي كبيرة، خاصة وإنه بريء من كل هذه التهم. وكان دفاع المجرد قد طالب بتمديد الحراسة النظرية مدة 24 ساعة من أجل إحضار الشهود ومواجهة سعد المجرد بالفتاة اليوم عند الساعة 3 بتوقيت فرنسا.